بسم الله، اللهم صل على الحبيب المصطفى عليه الصلاه والسلام. اخوه الاخوات، سلام الله عليكم اجمعين اينما كنتم. اليوم ان شاء الله غنحاولوا نغيروا شويه من الخدمه ديالنا. وكنت خدامه في واحد القفطان، قلت لي ما نشاركوا مع خواتاتي. غنعملوا اليوم الدرس المغلف، وقلنا نتشاركوا ان شاء الله طريقه الخدمه وطريقه العمل. وهاد الخدمه اللي كما قلت لكم تطلع دغيا، وباذن الله غنحاولوا في نطاق كذلك انني خدامه هاد القفطان. غنحاول انني نخدم معكم واحد الملاقيه اللي تمشي اكثر من رائعه وتتسهل علينا حتى الخدمه هذه. تقدروا تخدموا ان شاء الله، تقدروا تطلعوا جليليبيه وتقدروا تطلعوا قفطان في ظرف وجيز. ان شاء الله غنخدم معكم هذا الموديل تنلاقيو به الاطراف كامله ديال الجلابه وديال القفطان. وعلى بركه الله نبدا. بالنسبه نحتاج في هذا العمل الى ابره، ابره الراندا يعني 5، النمره 5. انا تنخدم بالرقيقه بزاف. الخيط كذلك مخدوم على 2 شعرات، مبروم على 2 شعرات كما تلاحظوا. وتنحتاج الى الدبابيس او النفيتات. وعلى بركه الله نبدا. نعاودوا من جديد. غنضربوا دقه في الثوب كما تيبان لكم بحال هكا، ثم نعاودوا عاوتاني باش نخلي واحد الفراغ بين ضريس وضريس. غنحاول اننا ديما دقه بين ضريس وضريس، نخليو دقه في الثوب. من بعد نعاودوا عاوتاني نضربوا في الثوب دقه عاوتاني في الثوب كما تيبان لكم باش نعملوا الضريس ديالنا. غنعملوا 2 جلويات كما تيبان لكم، ثم من بعد غنقلبوا، غنعملوا بحال الدائره. غنمشيو للعوينه ونقلبوا كما تيبان لكم. ها هو غنقلبوا الدائره للجهه المعاكسه باش تعطينا الضريس ديالنا. ثم غنخدموا عاوتاني نضربوا دقه في الثوب باش نشكلوا الضرس الثاني. غناخذوا الغرزه او العوينه اللي شكلنا بين الضريس والضريس، غناخذ عاوتاني نلوي عليها جلويات. من بعد شفتوا كي تيجيو. غناخذوا الراس او العوينه اللي خدمنا ديجا، وغنلويو عليها جلويات باش يخرج لنا الضريس ديالنا اللي غنغلفوه. من بعد غنحبكو، غنجيو فين بدينا العوينه ديالنا الاولى، وغنحاولوا اننا نحبكو كيفما هكا. سمحوا لي انا التصوير راه ماشي بحال انني نخدم، غير باش نوريكم الطريقه. هكا كما تيبان لكم كيجي على هذا الشكل. من بعد تناخذوا العوينه الاخيره فاش خدمنا الضريس ديالنا، تندخلوا باش نحبكوا الحبكه الرابعه اللي هي اللي تسد لينا الضريس ديالنا. المهم انا غنخدم واحد الجزء وغنجي نرجع ان شاء الله معكم باش نوريكم الشكل النهائي ديالو. وهني رجعت معكم بعد ما كملنا
طرف من الخدمه ديالنا. دابا غنحاول انني نكمل نسالي معكم هذا الجزء. قلنا باننا نضربوا في الثوب مره اخرى، نعاودوا واحده اخرى وحده ضربه في الثوب، لاننا بين ضرس وضرس غنخليو مقدار واحد الغرزه تقريبا. ثم نجيو باش نعملو الضريس ديالنا على هذا الشكل. تندخل البرا وتنقلبوا الخيط على هذه الجهه باش تعطينا ضريس تخرج لنا عوينه على هذا الشكل. تنضربوا ضربه عاوتاني في الثوب باش نعملوا ضريس ثاني، واحد جوج. ناخذوا العوينه اللي شكلنا تنعملوا جوج لويات باش نعملوا الضرس ديالنا على هذا الشكل. تنزيروا شويه ومن بعد تنجيبوا عاوتاني هذا الخيط على شكل دائره باش نعملوا الحبيك ديالنا على هذا الشكل. تيجيو في القفيطنه، تيجيو في جليلبات. اللي بغات هكا جليليبيه طلع عليها في زعما في وقت زعما محدد ووقت ضيق وصغير، فما عليها الا تتابع هاد الفيديوهات. راه غنحط ان شاء الله فيديوهات خاصين بموديلات اللي بغى يصايب جليليبيات، ولا اللي بغى يصايب قفيطنات ولا هكا قنيطيرات، فان شاء الله غنعملهم. وحتى لهنا نكونوا انتهينا كملنا الدرس ديالنا. نتمنى تكونوا استفدتنا جميع. نتمنى الدعم منكم، نتمنى الدعم ان شاء الله. وما تنسوناش اخوتي من لايك باش نزيدوا ان شاء الله نعطيكم الجديد والجديد. كذلك الشكر لكل واحد فيكم ولكل واحده فيكم. ونتمنى مرحبا باسئلتكم، مرحبا باستفساراتكم. اللي بغى يفهم شي حاجه ولا شي يكتبها لي في الكومنتات وانا ان شاء الله راه الاشاره. نتمنى الفيديو ينال استحسان ديالكم. نتمنى ان شاء الله يكون استفدتوا منه وخديتوا شي حاجه جديده. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الى فيديو ان شاء الله لاحق غنعملوا كذلك دروس خاصه بهاد الضريسات. فان شاء الله الى ذلكم الحين استودعكم في يد الذي لا تضيع ودائعه.